اسمي رامز كولكو، رامز عصام كولكو. كنت ساكن بالخالدية، بشتغل نجار موبيليا. كنا نطلع من نروح على الصلاة جامع النور. خلص صلاة ويطلع أحمد عبد الصمد حمامي، يصير يحرض على المظاهرات. تطلع المظاهرة لبرات الجامع، ونمشي بالمظاهرة، نمشي فيها لحتى نوصل على نقطة التظاهر. كنا مجهزين هنيك. بعدين بلش بلشوا هتافات وبتجيبوا شو اسمه الرايات، وصير تشتغل المظاهرة. طبعا في مسلحين بيكونوا بعاد عن المظاهرات، أطراف المظاهرة. وبتم شغال المظاهرة تقريبا ساعة أو ساعة ونص، وبعدين بتخلص المظاهرة وكل واحد بيروح على بيته. كالسوس ينخرون في جسد الوطن. المجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن وأمان المواطن يعترفون كيف كانوا يمكرون للنيل من أبناء سوريا. عبد المنعم كولكو ومجموعة أبو عرب نسقوا مع بعضهم مشان أثناء خروج المظاهرة يصير إطلاق على نار على على المتظاهرين، وخلونا نتمركز بعيدين عن المتظاهرين، أنا ومازن الأرفلي وعثمان ومحمد. وأثناء مرور المظاهرة أمرونا بإطلاق النار على المتظاهرين لاتهام الجيش. أطلقنا النار على المتظاهرين بالقرب من جنينة العلو. كنا متمركزين، رحنا عند الفرن جنب الجنينة هنيك، وأطلقنا النار. وبعدين أمرونا بالانسحاب، واحنا انسحبنا وردينا رجعنا. اتفاجأت انه لقيت عبد المنعم وجماعة أبو عرب عم يسعفوا الجرحى وينقلوهم لمشفى الميداني بساحة المعارض. تفاجأت أنا إنه عم يقتل، إنه شلون بيقتل القتيل وبيمشوا بجنازته. حتى المراكز الطبية التي تعمل على إسعاف المواطنين لم تسلم من إرهابهم. تم التنسيق مع عبد المنعم وأبو عرب إنهم بدهم يهجموا على مستوصف الخالدية. اجى عبد المنعم لعنا قبل العملية بكام ساعة، أنا بجهزوا حالكم. سألنا شو في، قال لا، في عملية شو اسمه اقتحام على المستوصف. جهزنا حالنا ولبسنا شو اسمه. أنا كانت الأسلحة وإحنا معانا روسيات. جماعة أبو عرب كان في رشاشات، في قواذف. وشو اسمه تم الهجوم على المستوصف والسيطرة، يعني انه اخذوا للمستوصف واسروا في بعض العناصر. اجى عبد المنعم كولكو لعنا، أن لإلي ولعثمان ولمازن الأرفلة، وأعطانا سيارة أن بتروحوا في تنتين محجبات حمصيات بأول طلعة السوق، بتجيبوهم وبتجوا بتستلموهم من جماعة أبو عرب. وفعلا رحنا واستلمناهم من جماعة أبو عرب. كانوا تنتين محجبات ومعصمات العينين، مخطوفات. استلمناهم ورجعنا على موقعنا. استلموا منا عبد المنعم، وبعدين أعطانا كل واحد 3000 ليرة مقابل جيبته. مجرمون، وبلسانهم يقرون كيف كانوا يقتلون ويسفكون الدم بالسلاح الأبيض، وكيف كانوا يزرعون الموت في طريق الأبرياء. قام عبد المنعم بالتنسيق مع أبو عرب باختطاف عنصرين من دوار القاهرة، وجابوهم على مدرسة زنوبيا. هي هاي المدرسة عاملين معتقل للمخطوفين. وهن هدول العنصرين مدية. بعد فترة
بعد حوالي 3 أيام أمرونا عبد المنعم كولكو أمرنا بذبح العنصرين. أعطانا سكاكين طبخ أنا ومازن الأرفلة، وقمنا بذبح العنصرين وتصفيته. صار يتواصل معي عبد المنعم وقال لي بدك تقوم، في عندكم عملية بدك تقوم فيها. سألته شو هي العملية، قال لي في عملية انه تفجير بالوعاء. التقيت بالشخص عبد الحكيم عودة، شرح لي التفاصيل وقال لي بدك تروح على الوعر على ساحة المعارض، وبدك تجيب ابن عمتي محمد كولكو. قام معي بالعملية ورحنا على ساحة المعارض، وعبد الحكيم عودة سلمنا المتفجرات، تقريبا حوالي وزنها المتفجرات 8 كيلو. زرعناهن أنا ومحمد بساحة المعارض بين أكياس وقمامي وكذا، وقمنا بالتفجير. بعد ما صار إنه في حركة وكذا أمرونا بالتفجير وفجرنا بالوعاء. تانهار التقيت أنا وعبد الحكيم عودة بنفس المطرح، ورحنا على حي الإنشاءات، ووصلنا عند المؤسسة الاستهلاكية. التقينا بزكريا حمامي، كان في معه سيارة جاي فيها المتفجرات، وطلعت أنا وعبد الحكيم عودة بالسيارة مع زكريا. قام بقيادة السيارة عبد الحكيم عودة، ورحنا عند جامع قباع. قبل ب100 متر نزلنا إلي ولزكريا لنستكشف الطريق. استغربت انه بعد الصلاة قام عبد الحكيم عودة بتفجير عن جامع قباء، وتابعت على التلفزيون في قتلى من جماعتنا وشهداء راحوا ما لهم ذنب. طبعا هذا التفجير صار لتحريض الحي للمظاهرات. حي الوعر كان مجهزين السيارة المفخخة للتفجير. تاني نهار اجى عبد الحكيم انه حكى معي صباحا، قال لي شو اسمه جهز حالك انا جاي. طبعا جهزنا وطلعنا، كنا على بسكليتة هوائية، رحنا عبر الشوارع فرعية، وصلنا لحي عكرمة الجديد قرب مطعم الصحارى، مقابله في مدرسة و سوبر ماركت البتول معروف في سوق شعبي. التقينا بزكريا حمامي ومعه السيارة المفخخة، ووضعها مقابل المدرسة مقابل سوبر ماركت البتول طبعا، وأمرنا بالانسحاب احنا. وتم هو هنا هنيك، ومعه جهاز تحكم عن بعد للتفجير، ومعروف السوق بسوق شعبي. وقام بالتفجير ورجع لعند جامع عمر. طبعا عندنا نلتقي هنيك، وقبض عبد الحكيم 50,000 من زكريا حمامي، وأعطانا مقابل التعاون شو اسمه مساعدته بالتفجير 5,000 ليرة. نعم، هكذا ينفذون إجرامهم، يستهدفون الأحياء السكنية والمدنيين، يريدون تخريب الوطن وتدمير ما بناه أبناء سوريا عبر سنوات طويلة. بدي أحكي كلمتين. صحيح أنا قتلت، ذبحت، وفجرت، وحملت سلاح، وقمت بأعمال
ولكني لم أكن واعي، ما كنت واعي لنفسي. وكنت لما وعيت كنت متورط، وعبد المنعم كولكو ورطني، وأبو عرب كان كله عم يكذبوا علينا، وكل شيء عم يشاهدني. أنا كنت حامل سلاح مثلكم، صدقوني. كمان لك بابا عمر كانوا حاملين سلاح، كنا مفكرين حالنا يا أرض اشتد ما حدا قدي. ولكن مصيرنا كان أما القتل أو إلقاء القبض علينا. أنا كنت قاعد بالغوطة ومفكر حالي قاعد بأمان، خلال ثواني كان الجيش ملقي القبض علي. ونصيحة، ما في مفر إلكم.